السيتوسكيلتون زي الهيكل العظمي بتاع الخلية، بس مش عظام. هو عبارة عن شبكة من الخيوط البروتينية اللي موجودة جوه الخلية. الخيوط دي بتدي الخلية شكلها وبتساعدها تتحرك وتنقسم. الفكرة إن الخلية مش مجرد كيس فارغ، دي فيها هيكل داخلي منظم جدا. هو عبارة عن شبكة معقدة من الخيوط البروتينية اللي موجودة في سيتوبلازم الخلية. الخيوط دي مش ثابتة، دي بتتفكك وتتجمع باستمرار. وظيفته الأساسية بيدي الخلية شكلها. يعني لو مفيش سيتوسكيلتون الخلية هتبقى زي الكيس الفاضي. بيساعد الخلية تتحرك، بينقل الحاجات جوه الخلية من مكان لمكان، وبيساعد الخلية تنقسم. أهلا بيكم من جديد في تيشو توك. إيه هي طبيعته الديناميكية؟ الفرق بينها وبين الهيكل العظمي بتاعنا إن السيتوسكيلتون بيتفكك ويتجمع باستمرار حسب احتياجات الخلية. يعني الخلية مرنة وتقدر تغير شكلها وتتكيف مع البيئة. مكانه فين؟ موجود في كل مكان في الخلية، من النواة لحد الغشاء الخارجي.